العجينة بعد ما خمرت، طبعا كنت مغلفاها كويس وسبتها خمرت بالشكل ده، سبتها نص ساعة خمرت كده وبقت تمام. هاخدها بقى افرغ منها الهواء وهقطعها كور صغيرة، علشان كل كرة هنشكلها حاجة معينة. سهلة قوي وبسيطة والمخبوزات بتاعتها تحفة. هقطعها بالشكل ده. انا هقطعها احجام علشان كل حاجة انا هعملها لها حجم مناسب ليها، يعني كل واحدة هنعملها بشكل معين هيكون لها حجم مناسب. هنا جبت ربع كيلو من العجوة، هرسته كويس جدا مع معلقة زبدة. وبعد كده هبدأ افرد اول قطعة. هنبدأ اول حاجة بكعب الغزال، هفردها كده وبعد كده هسويها على شكل مستطيل. طبعا هتكون سمكها رقيق، يعني احنا مش عايزين فيها سمك كبير علشان احنا لسه هنلفها رول، فما تبقاش كبيرة او ضخمة. هفردها كده بسمك رقيق. وكمان هفرد العجوة اللي هحشي بيها على قد ما اقدر ان العجينة تكون مستطيلة وكمان العجوة تكون مستطيلة، علشان لما احطهم احشي بالعجوة تكون العجينة كلها فيها عجوة، ما يكونش فيها حتت فاضية. فردتها كده، هنرجع بقى العجينة مكانها ونبدأ نحط فيها العجوة. بحط العجوة وابدأ اساوي، اشيل العجين الزيادة كله، يعني انا هساوي على العجوة. العجينة اللي بشيل ده طبعا هلمه وهجمعه على بعضه وهبدأ اعمل بيه حاجات تانية، يعني مش هرميه. هنلف بقى كده رول ونقفل كويس جدا ونقطعه على شكل كعب الغزال. وعلى طول بعد ما بقطعه برصه في صواني الخبز اللي هتدخل الفرن. شايفة شكلها والعجوة جواها شكلها حلو قوي، هايلة جدا. اللي بخلصه برصه، مش بدخل الفرن خالص غير لما اخلص كل كمية المخبوزات عندي. هنا عندي شوية من المكسرات حطيتهم لبقية العجوة، علشان هحشي قرص بالعجوة اللي فيها مكسرات. عملتها هنا كور على شكل على حجم كرة العجين اللي انا عايزاها، وهقفل كده عليها كويس. هي يا دوبك بس بتتبط بطة خفيفة، يعني ما بنبطهاش جامد. هنعمل كذا واحدة منها. شايفة كده، بضغط عليها كده بايديا. وهي كمان هرصها على طول في صواني الخبز. شايفة سمكها فيها سمك شوية. هنا هنعمل شكل تاني. خدت قطعة من العجوة وهبدأ ألينها بإيديا كده وهبرمها رول. العجوة الأولانية احنا فردناها، لا دي احنا هنبرمها كده. وهجيب لها كمان قطعة من العجينة هبرمها هي كمان